السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، الصف الخامس، الدرس الثامن من الوحدة السابعة. عنوان درسنا جمع الأعداد الكسرية، الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الدرس استعمال الكسور المتكافئة والمقام المشترك لجمع الأعداد الكسرية، فهيا بنا. في هذه الفقرة حل وشارك في الصفحة 47 سوف تستعمل طرقا مختلفة لحل المسائل التي تتضمن جمع الأعداد الكسرية. استعملت سميرة نوعين من الدقيق في وصفة للكعك. ما الكمية الكلية التي استعملتها من الدقيق؟ حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها. عزيزي الطالب، يعرض أمامك وصفة الكعك. أجب عن الأسئلة التالية: كم نوع من الدقيق استعملت سميرة في وصفة الكعك؟ أحسنت، أسمعك تقول نوعين من الدقيق، الأبيض والأسمر. ما كمية الدقيق الأبيض التي استعملتها سميرة؟ أحسنت، إجابة صحيحة، 1.1/2 كوب من الدقيق الأبيض. ثالثا، ما كمية الدقيق الأسمر التي استعملتها سميرة؟ أحسنت، أسمعك تقول 1.2/3 كوب من الدقيق الأسمر. إذن عزيزي الطالب، ما المطلوب إيجاده من المسألة؟ أحسنت، أسمعك تقول الكمية الكلية التي استعملتها سميرة من الدقيق. ما العملية التي يمكن استعمالها لإيجاد الكمية الكلية من الدقيق التي استعملته سميرة؟ أحسنت، أسمعك تقول عملية الجمع. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. يعرض أمامك عزيزي الطالب عمل زملائك الطلبة، فكان عمل جمال كما يلي: استعمل جمال شرائط الكسور لإيجاد كسرين مكافئين لهما نفس المقام. رسم شريط 1/2 كما يظهر أمامك، وقال أن 1/2 تكافئ 3/6، وبالتالي رسم الشريط المكافئ لل1/2 كما يظهر أمامك. جزأ الشريط المكافئ إلى 3 أجزاء، كل جزء يساوي 1/6 كما يظهر أمامك. رسم جمال شريط 2/3 كما يظهر أمامك، وقال أن 2/3 يمكن تجزئتها إلى جزئين، كل جزء يساوي 1/3 كما يظهر أمامك. رسم الشريط المكافئ، جزأ الشريط المكافئ إلى 4 أجزاء، كل جزء يساوي 1/6 كما يظهر أمامك. لاحظ عزيزي الطالب أن كل 1/3 يمكن تجزئتها إلى جزئين يساوي كل جزء 1/6 كما يظهر أمامك. ثم كتب 1.1/2 كوب من الدقيق الأبيض يكافئ 1.3/6، لأن 1/2 يكافئ 3/6 كما هو موضح في شرائط الكسور، زائد 1.2/3 كوب من الدقيق الأسمر يكافئ 1.4/6، لأن 2/3 يكافئ 4/6 كما هو موضح في شرائط الكسور. بدأ عملية الجمع كما يلي: جمع الكسور كما كان يجمع في حالة الكسور الاعتيادية. 3/6 زائد 4/6 يساوي 7/6. ثم جمع الأعداد الكلية، 1 زائد 1 يساوي 2. ثم قال أن الكسر 7/6 كما يظهر أمامك البسط أكبر من المقام، لهذا يجب علينا إعادة التجميع حتى يستعمل الجزء المكون من عدد كلي والجزء الكسري للمساعدة على جمع العددين الآخرين، ويمكن ذلك كما يلي: يساوي العدد الكلي هو 2 زائد 6/6 زائد 1/6،
لماذا أيها الطالب النجيب؟ أحسنت، أسمعك تقول لأن 6/6 زائد 1/6 يكافئ 7/6، أي الجزء الكسري من العدد الكسري 2 و7/6 يساوي 2 زائد، تعلم أن الكسر 6/6 يكافئ 1، لهذا نضع 1 زائد 1/6. لاحظ عزيزي الطالب، تعرفنا على الجزء المكون من عدد كلي وهو الواحد. الآن نجري عملية الجمع. يساوي 2 زائد 1 يساوي 3. نضع الكسر 1/6 بجانب العدد الكلي كما يظهر أمامك، وبالتالي استعملت سميرة 3 و1/6 أكواب من الطحين. عزيزي الطالب، عمل جمال صحيح وكامل. عمل حسين مشابه لعمل جمال، إلا أنه استعمل المقام المشترك لإيجاد كسرين مكافئين لهما نفس المقام حتى يجمع الجزئين الكسريين. عزيزي الطالب، الجزء الكسري من كمية الدقيق الأبيض هو 1/2 زائد الجزء الكسري من كمية الدقيق الأسمر هو 2/3 يساوي، قال حسين من أحد المضاعفات المشتركة بين 2 و3 هو 6، وبالتالي المقام المشترك هو 6. إذن الكسر 1/2 يجب ضرب كلا من البسط والمقام في 3 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 6 يساوي البسط 1 ضرب 3 يساوي 3، المقام 2 ضرب 3 يساوي 6. الكسر 2/3 يجب ضرب كلا من البسط والمقام في 2 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 6 يساوي البسط 2 ضرب 2 يساوي 4، 3 ضرب 2 يساوي 6 يساوي، جمع الكسور كما كان يجمع في حالة الكسور الاعتيادية. 3/6 زائد 4/6 يساوي 7/6. ثم قال حسين كما قال جمال أن الكسر 7/6 كما يظهر أمامك البسط أكبر من المقام. البسط أكبر من المقام، لهذا يجب علينا إعادة التجميع. يساوي 6/6 زائد 1/6. أسمعك تقول لأن ناتج جمع 6/6 زائد 1/6 يكافئ 7/6. أحسنتم، رائعين. يساوي، عزيزي الطالب، تعلم أن الكسر 6/6 يكافئ 1، لهذا نضع 1 زائد 1/6 يساوي. لاحظ عزيزي الطالب، تعرفنا على الجزء المكون من عدد كلي وهو الواحد. الآن نجري عملية الجمع. 1 زائد 1/6 1. نضع الكسر 1/6 بجانب العدد الكلي كما يظهر أمامك، ثم جمع حسين الأجزاء الكلية كما يلي: 1 لأن الجزء الكلي من الكسر الذي يمثل كمية الدقيق الأبيض هو 1، زائد 1 لأن الجزء الكلي من الكسر الذي يمثل كمية الدقيق الأسمر هو 1 يساوي 2. الآن جمع جمال نواتج جمع الأجزاء الكلية وهو 2 زائد نواتج جمع الجزئين الكسريين وهو 1 و1/6 يساوي، عزيزي الطالب، 2 زائد 1 و1/6 يساوي 3 و1/6، أي 3 و1/6 أكواب من الطحين. أيضا عمل حسين صحيح وكامل. والآن مع السؤال الأساس: كيف يمكنك جمع الأعداد الكسرية؟ في الصفحة 48 الفقرة A تمزج رقية 1 و1/2 كوب من الرمل مع 2 و2/3 كوب من السماد لتحضير تربة لزرع نبتة صبار. بعد خلطهما معا كم كوبا من التربة يكون لدى رقية؟ عزيزي الطالب، يمكنك استعمال الجمع لإيجاد مجموع كمية التربة. الحل:
الخطوة الأولى: أوجد ناتج جمع 2 و2 على 3 زائد 1 و1 على 2. اكتب كسورا متكافئة مستعملا المقام المشترك. عزيزي الطالب، نجمع 2 و2 على 3 زائد 1 و1 على 2 يساوي. عزيزي الطالب، من أحد المضاعفات المشتركة بين 2 و3 هو 6، وبالتالي المقام المشترك هو 6. إذن الجزء الكسري 2 على 3 يجب ضرب كل من البسط والمقام في 2 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 6 يساوي. نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير. البسط 2 ضرب 2 يساوي 4، المقام 3 ضرب 2 يساوي 6. الجزء الكسري 1 على 2 يجب ضرب كل من البسط والمقام في 3 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 6 يساوي. نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير. البسط 1 ضرب 3 يساوي 3، المقام 2 ضرب 3 يساوي 6. لاحظ عزيزي الطالب، أصبح لدينا مقام مشترك. الآن الخطوة الثانية: اجمع الكسور. يعرض أمامك نواتج الخطوة الأولى. عزيزي الطالب، الكسر 4 على 6 يمثل على 4 أسداس كما يظهر أمامك في شرائط الكسور. الكسر 3 على 6 يمثل على 3 أسداس كما يظهر أمامك في شرائط الكسور. وبالتالي مجموع الأجزاء الكسرية، أحسنت، أسمعك تقول 7 على 6. الخطوة الثالثة: اجمع الأعداد الكلية. عزيزي الطالب، يعرض أمامك نواتج الخطوة الثانية. نجمع الأعداد الكلية 2، إذا لدينا شريطان كاملان، زائد 1 أي شريط واحد كما يظهر أمامك. وبالتالي مجموع الأعداد الكلية هو، أحسنت، أسمعك تقول لدينا 3 أشرطة، إذا يساوي 3. والكسر 7 على 6 يمثل 7 أسداس. أحسنت، أسمعك تقول 6 أسداس تمثل واحدا كاملا. إذا أعد كتابة 7 على 6 في صورة عدد كسري. الكسر 7 على 6 كما يظهر أمامك، والعدد الكلي 3 كما يظهر أمامك. عزيزي الطالب، الكسر 7 على 6 البسط أكبر من المقام، لهذا يجب عليك إعادة التجميع حتى يستعمل الجزء المكون من عدد كلي والجزء الكسري للمساعدة على جمع العددين الآخرين، ويمكن ذلك كما يلي: الكسر 7 على 6 البسط أكبر من المقام، يجب عليك إعادة التجميع حتى يستعمل الجزء المكون من عدد كلي والجزء الكسري للمساعدة على جمع العددين الآخرين، ويمكن ذلك كما يلي: يساوي العدد الكلي هو 3 زائد 6 على 6 زائد 1 على 6. رائع، أسمعك تقول 6 على 6 زائد 1 على 6 يكافئ 7 على 6، أي الجزء الكسري من العدد الكسري 3 و7 على 6 يساوي 3 زائد، تعلم أن الكسر 6 على 6، أحسنت، أسمعك تقول يكافئ 1، لهذا نضع 1 زائد 1 على 6. لاحظ عزيزي الطالب، تعرفنا على الجزء المكون من عدد كلي وهو 1. الآن نجري عملية الجمع. يساوي 3 زائد 1 يساوي 4. نضع الكسر 1 على 6 بجانب العدد الكلي كما يظهر أمامك. إذا عزيزي الطالب، لدى رقية 4 و1 على 6 أكواب من التربة. والآن مع أقنعني في الصفحة 48. انقض وبرر. استعمل جابر العدد 9 كتقدير لناتج جمع 3 و1 على 6 زائد 5 و7 على 8. وعندما أوجد هذا الناتج بدقة حصل على 9 و1 على 24. هل الناتج الذي أوجده منطقي؟ وضح إجابتك. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا.
الحل: نعم، إجابة جابر منطقية، لأن 1/24 قريب من الصفر، حيث 9 زائد 0 يساوي 9. يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة تدرب موجه في الصفحة 49. عبر عن فهمك. في التمرين الأول: برر منطقيا ما وجه الشبه بين جمع الأعداد الكسرية وجمع الكسور والأعداد الكلية. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. الحل: تستعمل المقام المشترك لجمع الكسور، ثم تجمع الأعداد الكلية وتبسط ناتج الجمع. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درس جمع الأعداد الكسرية، على أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.